ده كده المنظر النهائي. انا عايزه اقول لكم حطوها بقى في وسط اي سفره عليها شويه اسماك، شويه جمبري، هي لوحدها كده نقنقه كده، مش قادره اقول لكم خطيره. لا استنوا، انا لازم اوريكم. شايفين كيوت ازاي؟ بصوا صغنونه خالص وبتتاكل هم يا جمال، ما فيهاش اي شوك، يعني انتم ما بتحسوش بالشوك بتاعها عشان هي اصلا بيبي قوي. وعايزه اقول لكم ان الاكله دي رخيصه جدا وكميه فوايد بقى فيها مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. دي كده بينزلوها في المطاعم الاول كنقنقه كده قبل الاكل. هنجيب البسارية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، اهم حاجه ان هي تبقى طازه وايه فريش لسه شارينها، دي اهم حاجه، هي بتبقى خطيره يعني. بصوا تحفه تحفه تحفه. انتوا لو عايزين تقشروها قبل ما تستخدموها مفيش مشكله، هتقلوها كده على طول مفيش مشكله. لو عايزين تنضفوها قبل ما تقلوها برضو مفيش مشكله، بس هي المطاعم عموما بتتعمل كده، بتعملها كده على بعضها. هنجيب كده البسارية، نجيب الراس بتاعتها اهو، ونضغط عليها ونسحب، شايفين بتطلع بالبطن بتاعتها ماشي كده. هعمل لكم واحده تانية اهو، نضغط على الراس وتطلع بالبطن والراس عادي جدا، الموضوع بيبقى سهل قوي اهو اهو، تطلع نظيفه خالص. طبعا عايزين تعملوا الموضوع ده مفيش مشكله، مش عايزينه كده كده. ده لو هتحمروها كاملة على بعضها. لو عايزين تخلوها عشان تعملوها راس البسارية اهي وانا عملت معاكم الوصفة قبل كده، شايفين خلاص احنا بنشيل البطن، الراس بتطلع بالبطن والديل، بعد كده نعمل صباعنا كده في النص نضغط عليها، بصوا بيتفصل لكم السلسلة اهي بالشوكة اللي ورا، تقوموا شدينها يطلع لكم السمك بتاعها فيليه. اعمل لكم واحدة تانية. خلاص احنا بنشيل الراس مع البطن، نضغط عليها كده من النص هتتفرد معاكم، هنقوم ماسكين السلسلة، شايفين السلسلة طالعة بالشوكة، هنشيل السلسلة بالشوكة ونقوم ساحبين اللحم لتحت اهي، شايفين مخلية خالص ما فيهاش اي حاجة. تمام. كيس هنحط فيه 3 4 أو 5 معالق على حسب الكمية اللي هنعملها من البسارية دقيق، نزل عليهم كمون كزبرة توم بودرة وشوية ملح، وهنقفل كده الكيس بتاعنا ونربه كويس اهو، او نحط الكلام ده في صينية ماشي اللي انتوا عايزينه بتاعنا بقى اللي فيه الدقيق بالخلطة. هنعمل ايه؟ هننزل كده فيه البسارية بتاعتي الكمية اللي احنا عايزينها، الكمية اللي احنا عايزينها، ونعمل الكيس كده ونربي فيه البسارية. تمام، الموضوع مفيش اسهل منه. بعد كده نجيب الصينيه بتاعتنا نفضي فيها بصوا زي ما انتم شايفين كده بقلبها، بصوا الواحده بتبقى ايه، الواحده هتبقى بوحدتها كده. لو عايزين تشبكوهم مع بعض تمسكوا كل 3 مثلا كل 3 كده وتقوموا ايه قافلين عليهم الديل كده ايه تحمروهم كده، شايفين بيبقوا مشبكين بالديل من هنا. كل 3 تقلوهم كده مع بعض او تسيبوهم ايه كده. بعد كده بقى بقوم لماهم كلهم كده اهو في جنب، واقوم ايه حاطه مصفى ننزلهم في مصفى واسعه عشان ايه
الدقيق ينزل بسهولة وما يبقاش فيها ايه تكتلات. شايفين؟ شايفين انا عاملة ازاي؟ واحدة تحفة. بصوا خطيرة. الزيت يبقى سخن وابدأ ان انا انزل فيه، شايفين البسارية بتاعتي. اهم حاجة ان الزيت يبقى سخن. بصوا انا مش هقلب، انا بس ايه بغطسه في الزيت كده وبس. خلاص كده انا كده خلصت. سيبه بقى لغايه ما يتقلى كويس قوي، تعرفوا ان هي استوت ازاي. لو سامعين الصوت ده؟ اسمعوا، سامعين بتفرقع كده بتقعد. ايوه هو ده. خلاص هي انت كده تعرفوا ان هي خلاص استوت، ولازم نطلعها حالا عشان ما تنشفش معاك وتفضل طريه. شايفين الجمال؟ شايفين خطيره ازاي؟ بس هتطلعوها على مناديل كده عشان تصفي اي زيت زياده فيها. طبعا البوتاجاز اتبهدل بس فدا الايه ان احنا ناكل اكله حلوه مليانه كالسيوم. مش قادره اقول لكم تحفه. اللي بتتاكل ازاي كده؟ حمي يا جمال على طول. بصوا انا كنت مستحيل اكلها واقعد اقول ازاي هاكلها وازاي معرفش ايه، بس الواحد بيتغير سبحان الله. بيتغير في حاجات كتير خطيره. عايزين تشيلوا الراس، عايزين تشيلوا السلسله وتقلوها، بس بتبقى طريه. يعني اللي بيديها قرمشه والموضوع ده هو ان هي كلها على بعضها كده. جربوها وابعتولي وقولولي اصلا جربتوها قبل كده ولا اول مره تشوفوها. باي.